لا شيء يعلو على صوت كرة القدم، ولا شيء يعلو على هيمنة كرة القدم وكأس العالم المنظمة في قطر على كل الأحداث الدولية السياسية الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم. هناك تركيز كبير جدا على موضوع كرة القدم في الآونة الأخيرة، حيث لم نعد نأبه كثيرا بما يحصل في الحرب الأوكرانية الروسية، ما يحصل أيضا في العديد من نقاط التوتر والأزمات الدولية والإقليمية، وأيضا بطبيعة الحال الأزمات الاقتصادية والاختناقات الاجتماعية وغيرها من القضايا الشائكة لم تعد تشغل بال العديد من المهتمين. وبالتالي فالسؤال يطرح: العلاقة القوية ما بين كرة القدم وما يمكن أن يحدث من تحولات أساسية وهيكلية في المجتمع الدولي. ماذا استطاع المنتخب الوطني المغربي بكل هذه النجاحات أيضا أن يدفع بقوة كروية جديدة؟ هل نحن بصدد قوة كروية جديدة أو قوة كروية جديدة على غرار نظام دولي جديد في قيد التشكل؟ ابقوا معي للإجابة عن هذه التساؤلات والاستفسارات. في الحقيقة موضوع كرة القدم والسياسة هو من المواضيع القديمة التي تناولها العديد من المهتمين ومن المفكرين أيضا في حقل العلاقات الدولية، منهم كتاب جد هام لباسكال بونيفاس الذي تحدث عن أهمية كرة القدم في تقريب الشعوب وأيضا في خدمة الأجندات السياسية. إذا من هذا المنطلق، ماذا حقق المنتخب الوطني إلى الآن؟ بالفعل مفاجأة مدوية حقيقية بوصول المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم. ما هي الدلالات وما هي حمولات هذا الانتصار وهذا التفوق؟ هل نحن فعلا بصدد قوى كروية جديدة تتقاسم مع القوى الكبرى الكلاسيكية هوس نجاح والتفوق في مجال كرة القدم، بعدما نجحت قطر أيضا في إطلاق العديد من الرسائل من خلال نجاحها في تنظيم كأس العالم نسخة استثنائية بجميع المقاييس؟ إذا أعتقد أنه بالفعل نتحدث هنا عن أدوار جديدة لدول أخرى ومنها المغرب ومنها قطر كقوى متوسطة تقوم بأدوار وظيفية في المجتمع الدولي. وأهم هذا العامل عامل الرياضة. ولماذا الرياضة؟ ولماذا كرة القدم بالتحديد؟ هذه الرياضة الشعبية التي تستقطب ملايير المشاهدين بإمكانها أو من خلال تنظيم والنجاح في هذه التظاهرات والوصول إلى مستويات قصوى أن تحقق العديد من الأهداف والرسائل، أهمها الإشاعة والترويج للثقافة العربية الإسلامية، الترويج لثقافة المغرب. حيث أصبح المغرب بلدا يعرفه كل المتتبعين ويعرفه العالم ككل باعتبار ما حققه من نجاحات إلى الآن. فأصبحنا نتكلم عن ما يعتبر طبعا في بعض التعريفات الإنجليزية سوينج ستيت، أي الدول المتأرجحة التي تلعب أدوارا وظيفية لتلميع أدوارها. ونحن هنا بصدد قطر، النموذج الحي لهذا البلد الذي بدأ كقوة ناعمة تلعب أو تورية تقوم بأدوار إعلامية، وانتقلت إلى خدمة البنية التحتية بشكل كبير، إلى أن استقطبت استثمارات جيدة ووظفت استثمارات قوية فيما يعرف باللوبينج، وانتصرت في العديد من القضايا وأصبحت تشكل وسيطا أساسيا في العديد من الأزمات. تنظيم كأس العالم ونجاح كأس العالم هو إضافة لهذا البلد، هو إضافة أيضا لوجود المكون العربي الإسلامي والمغرب الذي نجح بشكل كبير في هذا الاستحقاق وبتواجد في المربع. حقيقة أن ما حملته المقابلات وذلك الجو المفعم بالتواصل والحوار والتلاقح الثقافي والحضاري في قطر هو مناسبة جيدة لتحقيق مدركات حقيقية تتعلق بالقيم والرأسمال اللامادي من ثقافة وأفكار وحضارة. الغرب لا يتصور أن تنجح قطر وأن تنجح دول عربية في استحقاق ككرة القدم. بالفعل تظل الرياضة رياضة وتظل الخسارة والربح مسألة مطروحة، لكن دائما كان الانتصار، ودائما الغرب ينظر بنظرة دونية إلى الاستحقاقات وإلى كل
يعني ما يقوم به العرب من تنظيم أو نجاح، أو كما نرى الآن في بعض الصحافة المسمومة الغربية التي تنظر إلى هذا النجاح في قطر بعين السخط وبعين أن قيم واختلاف القيم وإلى آخره. فأظن أن هذا النجاح الذي تحقق في قطر والمغرب بوصوله إلى المربع الذهبي ينهي حقيقة هذه الإطلاقيات أو هذا التفكير المطلق أو ما يسمى باليقينيات الفاشلة. خروج مجموعة من الدول من المسابقة، انتصار المغرب على العديد من الدول بفضل الوطنية، الإخلاص، استحضار هذه الروح الجماعية. كل هذه الأمور جعلت المنتخب الوطني يصل إلى هذه المرحلة، جعلت قطر تنجح في هذا الرهان، وجعلت الفيفا أيضا تكون طرفا محايدا ولا تتدخل لفائدة. هناك من يعتبر أيضا أن حضور الرئيس الفرنسي لمقابلة النصف النهائي هو بمثابة إشارة إلى دعم الفريق، وربما يعني حتى بمثابة تدعيم للصداقة المغربية الفرنسية. أعتقد أن هذا الموضوع أو هذه المقابلة وفي هذا التوقيت بالذات تعني شيء الكثير للشعبين الفرنسي والمغربي. حقيقة أن هناك أزمة يعني أو شغلت العديد من المتتبعين، أزمة دبلوماسية ما بين المغرب وفرنسا لطيلة سنتين، وكانت لها تداعيات كبيرة على مستوى الشراكة. والآن جاءت هذه المقابلة، أو بعد تعيين سفير فرنسي جديد في الرباط، جاءت هذه المقابلة يعني في إطار هذا التوتر الذي لم ينتهي ولم تمحي معالمه إلى الآن. فأعتقد أن بالنسبة للمغاربة الانتصار على فرنسا ولو رياضيا يعني شيء الكثير بشكل رمزي، وكذلك الفرنسيين بعدما استهانوا بالمنتخب الوطني وبعدما اعتبروا أن جل اللاعبين أو الإعلام الغربي أو الإعلام الفرنسي يعتبر أن جل اللاعبين المغاربة تكونوا في مدارس فرنسية، وبالتالي فالمنتخب كله يتشكل من يعني نخب تكونت في فرنسا. أعتقد هذا النقاش وهذه الرسائل المسمومة من قبل الإعلام الفرنسي العنصري تعني الشيء الكثير بالنسبة للمغرب. المغرب الذي المنتخب الوطني الذي وصل لم يصل بالصدفة، وصل بفضل جهد جماعي، وأركز هنا على المجهود الجماعي وعلى المجهودات التي بذلت أيضا من طرف الجامعة وأيضا من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس. كل هذه العوامل تشكل قوة دفع حقيقية للمنتخب الوطني للمواصلة، بغض النظر عن الفريق المقابل وهو فرنسا، وبغض النظر عن الحمولة التي تحملها أو هذا التوتر أو الحمولة الرمزية التي تحملها هذه المواجهة. فهي تظل في نهاية المطاف مقابلة في كرة القدم. نتمنى أن يظل المغرب دائما منتصرا لسيادته، منتصرا لقراراته السيادية، وبطبيعة الحال باستقلاليته في كل هذه القرارات وفي اتخاذ شركاء جيدين. وتظل يعني هذه المقابلة لها تلك الحمولة وتلك الرمزية. وأظن أن ما سيكون من تداعيات ومن تفسيرات وتحليلات ربما سوف تشحذ همم الأنثروبولوجيين والسوسيولوجيين لتهيئ دراسات، أو حتى علماء علم الاجتماع السياسي لتهيئ دراسات قيمة حول هذا التطور اللافت في مجال كرة القدم ونجاح المغرب في هذه الدورة وما حققه من تضامن على مستوى العربي والإسلامي والإفريقي، وهذه الظاهرة التي تستحق بالفعل الكثير من الدراسة والكثير من البحث. شكرا على متابعتكم.